اللي بتعدي يتفرج واللي يشوف في الثور يعتقد ان الناس هذيا في مظاهر سياحيه. هذيا ساووا زملائنا اللي عندهم شهر في ضرب جوع وعندهم تحديد الصين مسكره ودارها. حكومه لا يهتمت بالمسيرات الوهميه وولاد الشعب اللي باش يموتوا 4 من العاش، وولاد الشعب اللي في كابس واللي في نهج اليونان في اضراب جوع من اجل حقهم في الشغل. ناس هذم قدموا حياتهم واعطاوا اعمارهم هو وعائلاتهم. العبد الادنى من الحكومه هذه ما قدمتهوش حتى مجرد اجراء لانقاذ ارواح الشباب هذوما. ما تحركتش تبعث في مجرد والي ما عنده حتى سلطه يناقش فيهم ويقول لهم عيشوا حلوا الاضراب وتوا شوفوا توا نعطوكم 150 دينار منحه، وكانه ساسوا فيهم وكانه نخفوا عندهم صناع. الناس هذوما اللي يحكموا فينا كيف العاده اللي يجي يحب ينهب ويبقى هو الختيم عند رؤوس الاموال الاجانب. ولاد الشعب هذوما ثروات البلاد ما يتمتعوش بها، حقهم بالشغل ما يتمتعوش به. اما الثروات ترسها الشركات البريطانيه والفرنسويه والامريكيه والصهيونيه، والشعب هذايا يبقى في الفقر والخساس والبطاله. ومن بعد يقولون الارهاب منين؟ من الفقر والبطاله والهم. منين الارهاب؟ وشبابنا نساء سوريا خيرة شبابنا في ليبيا. علاش؟ ويقف الفلوس موسى ومات باش يسكتوا برك. وافضل ليها من يفتح عليه قتل من في بلاده. والحكومه ما زالت تريد تنظيم مسيره وحمايه، يعني يقتلوا الميت ويمشوا في سلاسته تحت عنوان تنديد بالارهاب. شلون اللي صنعوا الارهاب؟ شلون من الارهابيين؟ رؤوس الاموال السوداء اللي ينهبوا في البلاد ويكدسوا في المليارات والشعب قاعد ياكل في الفقر. رؤوس الاموال المحليين والاجانب اللي خدموا في بلادنا في الشرقيه والجديده في معاملهم ب 200 دينار من 7 ل7. رؤوس الاموال اللي مصنفين عالميا ب 90 مليار درهم. رؤوس الاموال اللي سرقوا ونهبوا واليوم يحاوسوا في البلاد. والشباب هذا يحاكم ويتم تتبعه امنيا وتجريم كل الحركات الاحتجاجيه على خاطر طلب حقه في البلاد، وكانه احنا شعب اخر ما عندنا حتى علاقه بتونس. هما يبقوا الحاكمين الماسكين بكل سر. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية كرامة وطنية. شغل حرية